رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده بقى تعالوا نبدأ اليوم مع بعض. معانا يوم جميل جدا، روتين تحفيزي هينشطك كده. كفايه كسل بقى، خدنا اجازة العيد وقعدنا، كفايه بقى كسل. قومي اتنشطي معايا يلا علشان نخلص شغلنا ونخلص شغل الشقة ونفضل قاعدين نأنتخ بقى ونكمل أنتخة تاني. اول ما دخلت كده على المطبخ كانت الرخامة زي ما انتم شايفين كانت مبهدلة كده. اشتلت كل حاجة حطيتها مكانها. شويه الطماطم دول كانوا جايين لي من بره، طبعا عماله ببص في الحوض وبقول ابدا منين. فالمهم اشتلت بقى. آه، اشتلت المواعين اللي هي المغسوله، وبعدين حطيت المواعين اللي لسه هتتغسل. وطبعا كنت عملت الرز في الوقت ده، وكمان كنت بعت بوري يتشوى. في الوقت ده قلت بقى اخلص المواعين وبعد كده بقى واخلص الاكل والغدا. انت طبعا مسافه ما بنخلص الكام طبق اللي في الحوض بتحس ان المطبخ نضف، يعني اما الواحد بيخلص الكام طبق اللي في الحوض دول تحس ان انت كده خلاص، يعني المطبخ نضف وما عادش فيه اي حاجه. هتشوفوا بعينيكم الوقت الكلام ده. انا دلوقتي خلصت المواعين دي كده خلاص، حسيت ان المطبخ بتاعي نضف والدنيا بقت تمام. خلصتهم بقى. يلا لو عندك بقى شوية مواعين كده في الحوض قومي تشجعي. طبعا الجو عشان حر قوي فبينيم وبيعمل خمول صعب، عامل خمول صعب قوي. الواحد مش قادر يقوم، فلا اتغلبي على كسلك كده وقومي. لو عندك شوية مواعين في المطبخ خلصيهم، هتحس ان المطبخ بتاعك نضف. هيبقى بقى في حاجات بسيطة خالص كده، هتحس ان يعني ما عادش فيه حاجة اصلا. غسلت بقى الكام طبق وكام حاجة دول كانوا باقيين من العشاء بتاعي امبارح، وكمان بتاع غسيل الرز دي كوباية الرز وكام حاجة كده، يعني حاجات بسيطة. فقلت اخلصهم بقى علشان نتغدى وبعدين ندخل على الشقة، بحيث برضو المطبخ ما بقاش شايله همه. هرجع له تاني بس برضو ما بقاش شايله همه، فاهمني؟ انا كده خلصت المواعين اهو، وبعدين الرز على النار اهو، وعملت السلطة زي ما انتم شايفين كده، ورشيت عليها رشة ملح مبهر. الملح المبهر ده احنا عملناه مع بعض قبل كده. وهنا كان السمك بتاعي جه. اللي بيقول السمك محروق هو كده مش محروق يا ولاد، هو بيبقى ابيض من جوه. عايزه اقول لكم بقى تحفه بجد. بألف هنا وعافيه يا رب على اللي اكلوه. وبعدين جبت بقى الرز، كنت عامله شويه رز بشعريه مفلفلين وكانوا طعمهم زي الفل، يعني قلنا نغير بقى عن الرز الابيض المعتاد. عملتهم بقى زي ما انتم شايفين كده، وبعدين دخلت على خلصنا بقى الغدا. في الوقت ده الكهرباء قطعت. انا عايزه اقول لكم اما الكهرباء قطعت انا حسيت ان انا بصوا يعني مش عايزه اكمل، مش عايزه اعمل اي حاجه. فبصراحه دخلت نمت شويه برضو، وبعدين قمت بقى دخلت على الشقه. اول لما نمت وجسمي ارتاح وهدى كده حسيت ان خلاص يعني جسمي استرديت طاقتي يعني. فرجعت بقى جبت شويه غريبه كده وكوبايه شاي، قعدت كلت برضو. احنا مفيش ورانا الا الاكل اليومين دول، لما بصوا بقينا افيال. بعدين دخلت على الاوضه بقى بتاعتي. بدات اروقها كده زي ما انتم شايفين. دي كانت الملايه دي كانت بتاعت يوم العيد. آه هي جميله بس عايزه اقول لكم بتخربش. شايفين البتاع اللي شكلها حلو اللي فيها دي، القماشه اللي فيها دي بتخربش بطريقه صعبه قوي، يعني ما استحملتها. كنت بوريكم شكلها هنا. فابتديت بقى ان انا اشيل الملايه كده من على السرير والدفايه، وخلاص بقى اشيل الدفايات، ما عادش هحط دفايات تاني. طلعت ملاية قطن كده مشجرة كده، جميلة خفيفة حلوة كده. بحيث ان انا افردها يعني علشان المكان يبقى شكله حلو كده والأوضة تبقى هادية وراحة نفسية. عشان بصوا انا بحب اما افرش ملاية لونها زاعق قوي او مطرقع قوي، بحب اغيرها بعدها بملاية هادية يعني. مرة كده ومرة كده، يعني ممكن اعمل مثلا افرش مثلا ملاية حمرا في يوم، اقوم رايحة فرشة مثلا بعدها ملاية لونها مثلا اصفر او بيج هادي او بينك كده، يعني فاهمني؟ فانا كنت فرشه الملايه التانية دي كان لونها اللي هو التركواز الصعب ده، فاشتلتها بقى وحطيت الملايه دي. على فكره بحب الملايه دي قوي، بحب شكلها بحبها اصلا. هي قطن يعني خامتها تحفه بجد. المهم فرشتها زي ما انتم شايفين كده، وحبيت اعمل بقى فيها شكل جمالي كده. جبت طرحة لونها لبني، الطرحة بتاعتي يعني. وهي طبعا هتتشال بس قلت يبقى شكلها حلو كده، ما او تغيير يعني، فاهمني؟ فحطيتها كده زي ما بتبقى بتحطوها. بس لقيت شكل البطانية والبتاع اللي هناك دول مش حلو برضو، شلته. شلتهم البطانية والدفاية.
حطيتهم اهو زي ما انتم شايفين، وعملت ربطت كده زي فيليونكه كده، شكلها حلو بجد، شكلها تحفه. وحطيت الخداديه الصغيره ديت في النص كده. وبعدين بقى جيت هنا على الكومودينو، ابتديت ان انا ارتبه. شلت العلبه دي كانت مليانه زيادات. انا عايزه اقول لكم يعني يوم العيد الشقه كانت متنضفه، بس انا كنت حاسه ان انا بجري حوالين نفسي يعني يومين العيد. وبعدين سبت الشقه بقى، فضلت سايباها شويه كتار يعني شويه محترمين. سبتها ايام يعني انا نضفتها تنظيفه واحده مره واحده. سبتها حوالي 3 ايام كده، يعني بقى لها 3 ايام مش بنضفها. بقى قاعدين بقى وحاسين ان احنا عايزين نأجز كده، عايزين يعني ايه، عايزين ناخد راحه كده من المطبخ ومن شغل طول شهر رمضان كنا بنشتغل في المطبخ وكده. فحسيت ان احنا عايزين يعني لما تلاقي جسمك محتاج انك تاخدي قسط من الراحه كده، ارتاحي، ما تجيش على نفسك. المهم رصيت في العلبه دي البامبرز، والباقي حطيته كده جنبها. وبعدين اشتلت الحاجات بقى اللي ملهاش لازمه، اشتلت الكريمات والحاجات التانية دي اشتلتها حطيتها، والزيت جونسون والحاجات دي حطيتها على التسريحه. وبعدين ابتديت ان انا لمع الازاز كده بالملمع. وحطيت رجعت حطيت، انا ما بحبش افرش هنا مفرش علشان المشترك ده والكهرباء، بخاف من الكهرباء. جيت هنا بقى اشتلت برضو اي حاجه كانت هتروح المطبخ، في كام حاجه كده كانوا هيروحوا المطبخ اشتلتهم. وابتديت ان انا ارص الميك اب ده في العلبه كده. آه، ما فيش عندي ميك اب كتير، بس هي حاجات بسيطه، بس ايه بحبها. انا عايزه اقول لكم بحبها، وبحب يعني بحب الحاجات بتاعه البسيطه دي. وحطيت برضو كريم الاساس كده في قلب العلبه دي، والعلب دي حط فيها الفرش علبتين اهم. البرطمان ده انا اللي كنت عاملاه، كنت حاطه عليه صورتي وكده بتاعه الفرح. عملت بقى هو زي ما انتم شايفين. وبعدين سحبت الصينيه ديت، مسحت تحتها ولمعت المكان، لمعت المكان كله بالملمع. المكان بقى تحفه، انا عايزه اقول لكم بقى تحفه. كمان لقيت هنا حاطه عرايسها تحت كده، اشتلتهم وديتهم لها في اوضتها. وحطيت الدبدوبه الصغيره دي. وهنا كده خلاص بقى الاوضه برضو كنست الارضيه. نفضت السجاده وكنست الارضيه. وفرشتها ونفضتها طبعا بالمقشه. هنا بقى كنت بقى خلاص بقى دخلت بقى على الصالون. برضو شايفين المقشه البارحه الحلوه دي، انا واخداها من مامتي يعني، معلش بقى. انا واخداها من مامتي علشان ايه، حسيت كنسها حلوه قوي، كنت بكنس لها السجاد بتاعها هناك بيها. بس حسيت كنسها جميل قوي، قلت لها هاخدها يا ماما. فادتها لي يعني، وقلت لها بقى هبقى اخد، يعني هي عندها واحده كبيره برضو هاخدها برضو. هاخدها برضو يعني. بنفض بقى السجاد لما بطلعه في الشمس يعني وكده، بتبقى تحفة بجد، بتبقى حلوة قوي. وبتخرج اي بقايا كده في السجاد، وحلوة حلوة بجد. حبوها يا ولاد معايا، حبوها معايا. هنا كمان نفضت الكراسي ونفضت الفرشة كده، وحطيت عليها البيضات دي، لان احنا بدأنا ندخل الصالون ونقعد عليه كتير. فيومين العيد يعني حسيت ان احنا هنهرسه كده ونبهدله. قمت ايه ده، لا بلاش بقى ايه ان احنا بلاش، علشان الحتة تبقى رايقة كده ونضيف. المهم مسحت برضو الحصان ده. ومسحت الترابيزة اهوت بالملمع. وبعدين فرشت المفرش تاني وحطيت الطفاية. وبعدين بقى جيت هنا على الارضيه، ابتديت ان انا اكنسها كده زي ما انتم شايفين. طبعا دي تنظيفه سريعه علشان يعني ايه تنقذي نفسك، بحيث ان انت يعني انا منظفه في العيد، وكلنا منظفين في العيد تنظيفه حلوه. فما اسيب الشقه يوم واتنين وتلاته، هحس بجد انك ولا كانك عملت حاجه. بمجرد اما انت بتكنسي على السريع وبتنظفي على السريع كده، بتيجي تبص تلاقي الشقه نضفت معاكي، بتحسي بجد ان لسه الشقه نظيفه، يعني لسه تنظيفه العيد موجود. جيت هنا على السفرة برضو، كان في شوية الحاجات اللي خرجتهم من الأوضة من جوه. آه كانوا مبهدلين الدنيا كده، لميتهم ودخلتهم طبعا المطبخ، اللي كل حاجة وديتها مكانها يعني. دخلت على الأوضة دي برضو، حسيت ان هي عايزة تتنضف، وحسيت الملاية بتاعتها مش نظيفة. بصوا يعني انا كان عندي في الوقت ده كمية طاقة اللي هو عايزة اعمل، جبت ملاية تانية كده، وبعدين لبستها في الخدادية كده. وبعدين جبت المخدة الكبيرة، اشتلت الكيسة بتاعتها. و حطيت برضو الكيسة بتاعت المخدة الكبيرة. الطقم ده انا عايزه اقول لكم برضو تحفه ومريح قوي. ده طقم اللي كنت فرشاه ايام العيد. كنت بقى بفرش الدفايات والحاجات اللي مبهرجه وكلام من ده، فحسيت ان انا عايزه احط حاجه هاديه كده وتكون رقيقه وبسيطه. فرشت برضو الملايه هنا اهي.
تحسوا كده براحة نفسية، تحسوا المكان اتغير تمام. وطبعا النهاردة اللي هو كان يعني انا عامله الحاجات ديت امبارح بعد المغرب كده، يعني انا كنت بخلص في الشقة كنا بعد المغرب كده. تحسوا براحة نفسية فظيعة. كمان هنا الدفايات دي انا كنت مطبقاها، والهدوم بتاعت جوزي والحاجة بتاعته كنت بحطها يعني في الدولاب. وما كنت كنت حطاها في الأوضة، بس ما كنتش حطيتها في الدولاب. جيت هنا بقى هو خلصت زي ما انتم شايفين كده. آه، جيت برضو جبت الملمع، لمعت جنب السرير الكومودينو ده، وجبت المفرش الصغير كده حطيته. وكان في كام حاجه بقى حبيت ان انا احطهم في الدولاب كده، بحيث ان انا الم المكان الناموسيه بتاعت حمودي. كام حاجه كده حبيت احطهم عشان اخلص بقى، يعني الم كمان من ترابيزه المكوى كانت محطوطه هنا، فقلت انقلها في الاوضه التانية. انا عايزه اقول لكم انتوا طبعا عارفين ان في اوضه عندي كده بحط فيها الحاجات الزياده، فبوديها فيها يعني. المهم وديتها كده اهي. وهنا حطيت الكرسي السفرة ده لان مبقالوش مكان في الصالة، حطيته هنا كده بالشكل ده. واخدت كمان المروحة وديتها الأوضة اللي هناك، المروحة التانية، وخليت هنا واحدة. وبعدين جيت برضو على الأرضية ابتديت ان انا اكنسها كده بالمقشة الحلوة دي. ولمعت برضو الكومودينو زي ما قلت لكم. طبعا انا لمعته بعد ما خلصت كنس علشان المكان يبقى يبقى نضيف كده. وحطيت المفرش اللي هو شكل الخداديه ده، اللي هو فرو برضه زي الخداديه. عايزه اقول لكم الخداديه ديت انا اللي عاملاها، حسيت بقى حمودي بيعيط، فرحت له ولبسته كده وسرحته وشربته وقام نايم بقى خلاص. غيرت له طبعا، يعني طول ما هو بيعيط وانا بشتغل ببقى متوتره، بحس ان انا متضايقه، فسبت اللي في ايدي بقى ورحت معاه. عايزه اقول لكم كمان شغلت الغساله على الهدوم كده زي ما انتم شايفين. قلت اشغلها بقى، وبعدين دخلت على المطبخ اللي انا لسه سايباه حالا، اللي انا كنت سايباه الصبح. انا عايزه اقول لكم المواعين مغسوله وكل حاجه مغسوله. هندي بقى تلميع على السريع لكل حاجه في المطبخ كده، ونبقى خلصنا. الكيس ده كان فيه كيك شيف وبتاع وخميرة، كنت شاريهم يعني لما كنت عند حماية وكده، هو حماية عنده محل فاشتريتهم من عنده. وكمان الرز اهوت شوية دول كانوا باقيين، حطيتهم في طبق، قلت حرام يترموا يعني خسارة. جيت على الرخامة بقى اديت لها تلميعة سريعة كده، لمعتها في السريع كده تلميعة حلوة. وبالملمع برضو. انا عايزة اقول لكم يعني هو بيلمع كل حاجة، هو ملمع الزجاج ممكن تلمعي بأي حاجة. هو جميل جدا وعملي. شايفين منظر البوتاجاز بتاعي وصل لمراحل بصوا صعبة بشعة. كنت حاسة ان حوالين العيون ده كان ناشف، فكنت رشيت عليها مية بحيث ان هو يبوش يعني. بعد الغدا يعني. فمهم لمعته كده زي ما انتم شايفين، ولميت بواقي الصابون اللي عليه بقماشة ناشفة كده. المهم خلصت اهوت زي ما انتم شايفين، وحطيت حطيت الحامل بتاع البوتاجاز. شطفتهم طبعا، اديت لهم شطفه، حطيتهم. وشايفين كمان لمعت بالملمع هنا اهوت، بيدي لمعه جميله قوي، بقماشه ناشفه تقوم لمع، بيدي لمعه جميله قوي بعد ما تخلصي. حطيته برضه اهوت، والمكان بقى بصوا فل كده بقى تحفه. يعني كده ما عادش فاضل معانا الطبقين بتوع الغدا، وكمان الارضيات. وكده يبقى الشقه كلها خلاص، وما عادش معايا الا التصبين. بصبن بقى وانا شغاله بشيل دور واحط دور. غسلت كمان الكم طبق والكوبايه والحاجات اللي جايه معايا دي. غسلتها. وكمان هاخد الطماطم ديت هعملها صلصه. اللي عايزه اقول لكم بقى استغلوا بقى لو قدامكم اي فرصه. بصوا هو انا جوزي بيحب يجيب الطماطم ليه؟ لان هو بيعتمد ان هي حاجه اساسيه، يعني بيبقى حاسس بقول يعني لما ما بحس ان البيت ناقصه حاجه لما بيكونش فيه طماطم كتير. هو عنده كده، يمكن هو بقى اتربى على كده. الامهات بقى بتاعت زمان اللي كانوا يعملوا على طول الرز والغموس والكلام ده. فهو هو بصوا على طول يعني شنطة الطماطم والبطاطس على طول كده. يعني بيقول لي لو دول موجودين في البيت بحس ان مش ناقص البيت حاجة. يعني طبعا هو مش بيأثر في اي حاجة، بس برضو الحاجات دي يعني بيقول لي حاجات اساسية. وبرضو اي عريس مقبل على الجواز يجيب برضو يفكر في الحاجات الاساسية اللي زي كده. يعني لو اي واحد مقبل على الجواز، يعني انا بقول لاخواتي نفسهم بقول لهم الكلام ده. يجيبوا بتاع طماطم بطاطس بصل توم، الحاجات الاساسيه ديت لو موجوده. يعني في يوم مثلا هتقوم عامله شويه بطاطس غموس ورز، لو ما فيش اي حاجه خالص بيض، طبق البيض يبقى موجود في التلاجة. فاهمني؟ الرز من الحاجات الاساسيه دي، الحاجات ديت لازم تبقى موجوده من غير كلام، يعني من غير نقاش. فما الحاجات دي بتبقى موجوده في بقول لي هو اللي علمني على فكره. انا ما كنتش اعرف اي حاجه، انا عمري ما خرجت ولا اشتريت اي حاجه، هو اللي بيشتري وهو اللي بيجيب، وهو اللي معلمني الحاجات دي. ف
كل ما بلاقي بقى الطماطم مثلا كتيره او فايضه او كده، بقوم رايحه عامله شويه صلصه. يعني انا عايزه اقول لكم لسه عامله امبارح شويه وعملت النهارده، فمش بخساره يعني، بعملها وبحطها في الفريزر. بيجي عليا ايام ما بيبقاش في طماطم او بتبقى الطماطم غاليه جدا، فبستعملها بتبقى تحفه بجد. يعني بطلع الكيس الطماطم ببقى مرتاحه من امرها يعني، واعمل الغاموس مثلا لو هنعمل فراخ او لحمه او كده، بنحتاجها في كل حاجه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. المهم حطيتها بقى كده ووطيت عليها النار، وهجيب الشياطه برضو احطها تحتها واحط عليها نص كوبايه ميه اغطيها. جيت برضو على السجاده، انا عايزه اقول لكم الارضيه متلمعه ونظيفه. ابتديت ان انا لميت السجاده نفضتها، وكنست الارضيه ولميت الكنسه. وجيت بقى هنا بعد ما خلصت بقى ونضفت الدنيا، جيت لقيته جايب لي بتاع جبنه، ما كانش عندنا جبنه. جاب الكيلو 110. جايب دول ب130 تقريبا. المهم بحب اقطعها كده، حطيتها في العلبه بقى، وبحب اقطعها كده بحيث اللي يجي ياخد قطعه صغيره على قد الاستعمال وبس. حطيتها بقى كده، وقلت بقى ان نكافئ نفسنا بقى بسهره حلوه كده. حاجات العيد اللي لسه موجوده عندنا دي. انا عايزه اقول لكم انا اصلا يعني حاسه ان انا لسه نايمه، يعني حاسه العيد لسه ما جاش. لان يومين العيد كان الواحد مجهد قوي، بص ما كانش فيه طاقه الواحد يعمل اي حاجه. حطيتهم بقى كده وحطيت عليهم شويه شوكليت. كمان اللي غريبه اهي، حطيت شويه غريبه، وهحط كمان شويه بيتي فور دلوقتي. احط على كل طبق شوكولاتايه كده. عايز اقول لكم الشوكولاته الزرقاء دي طعمها تحفه يا ولاد بجد، لو لقيتوها في اي مكان حلوه قوي. البامبي دي اللي هي لونها بقى فوشيا دي بينك بينك من جوه بالفراوله. انما الخضره برضو بالشوكولاته شوكليت، بس شوكليت بقى ايه، ساده. المهم حطيت شوية بيتي فور كمان وشوية بسكوت كمان جبت شوية ترمس، طبق ترمس كده حلو. وبعدين الحلبة اهي بعد ما خلصت، انا طبعا عاملاها معاكم وقلت لكم هتقعد يومين بره التلاجة، وعملتها اهي وحطيتها في التلاجة. شايفين ماسكة في بعضها ازاي، زي نفس اللي بتتشرب من بره. ولو كنت حطيتوها في اطباق او حطيتوها في حاجة بتبقى تحفة برضو. كمان جبنا شوية سناكس كده او شيبسيات يعني، حطيتهم في طبق برضو وفضيتهم كده، وكل طبق عليه شوكليت. وقلت بقى سهرة حلوة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. اشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.